السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عزيزي في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد ولقاء جديد مع حضراتكم مع كابتن إبراهيم المنيسي والكلام اللي قاله حول صفقات الأهلي والتوجه العالمي في شهر 12 في كأس الانتر كونتيننتال والصفقات العالمية اللي احنا هيعملها، وتحية طاهر من محمد صلاح ومحمد صلاح وطاهر في نفس المركز. ان شاء الله هنبدأ نعرض مع حضراتكم كل حاجة، بس قبل ما نعرض اي حاجة ما تنساش تصل على حبك النبي وتدعي اخواتنا في غزة والسودان وكل الدول العربية ان يا رب ربنا يصبر اهلهم ويكون سندا وعونا ليهم ان شاء الله. ننتقل مع حضراتكم بقى لأول حاجة، الصفقات. ايه يا عم الصفقات ديت؟ احنا طبعا في الشتوي، الميركاتو الشتوي، بس انت دلوقتي يعني في منتخب هيلعب يوم 19، في يلعب مع كاب فيردي وبوتسوانا، اللقاءين يوم 19 تقريبا او يوم 24 او 2 او 23. فلاعيبة الاهلي اللي مع طبعا اللي مش منضمة للمنتخب قاعدة في فترة راحة، وبعد كده هيعوز لعيبة. المدير بقى مدير الكورة الأستاذ محمد رمضان والتعاقدات الدنيا دي كلها ومارسيل كولر قاعدين مع بعض بيعقدوا اجتماع أو جلسة حول صفقات الأهلي عشان تدخل كأس الانتر كونتيننتال، وعايز صفقات. انت عندك من في شهر 12 ده الصفقات أهم حاجة عشان تكمل الموسم أو وتلعب بيها كأس الانتر كونتيننتال لو هتجيب صفقات مهمة وقوية. أما عن شهر 6 اللي هو شهر 6 الجديد السنة الجديدة، ربنا طبعا يطول في عمركم ويكون سنة سعيدة عليكم إن شاء الله السنة الجديدة. إن الأهلي لعب بقى كأس العالم للأندية بتاعت الفرق المجمعة كلها اللي هتبقى 32 فرقة أو 34 فرقة. لازما ديت بالذات تبقى أقوى صفقات النادي الأهلي في التاريخ كله. معلش بقى يا كابتن محمود، هتكلف نفسنا شوية ونطلع فلوس شوية للناس دي، الناس اللي هتيجي ايا كان بقى. احنا في ناس اللي اتكلمت واعلاميين كبار وقالوا بيرستاو انا من وجهة نظري ما يكملش في الاهلي لان اداؤه ما عادش زي الاول وبتاع. الناس دي كلامها على دماغنا كله، لكن الكلام ده في ايد الاداره. وانا من رايي برضو بيرستاو ان هو نعمل له اعاره او بيع، لان بيرستاو ما عادش نفس الاداء اللي جايبه في الاول. ثانيا علي معلول، انت لازم ترجع علي معلول لمستواه وتلعبه مكانه، او تخلي يحيى عطيات الله. انا ده رأيي، حاجة من الاتنين، عشان جايب اتنين واجانب في نفس المركز مش هينفع. دي اول حاجة، يبقى انت كده بتفضي مكانين اتنين وانت عندك اصلا مكان فاضي، يبقى كده 3. انت عندك دلوقتي في الافارقة في الاهلي اشرف داري ويحيى عطية الله وبرستاو ورضا سليم، 4 دولت اللي عندك. علي معلول طبعا مش في دولت علشان ما بيلعبش. انت لو هترجع علي معلول هيبقى هتشيل يحيى عطية الله مثلا، يبقى انت كده زي ما انت 4. هتمشي بيرستاو هيبقى 3، عندك مكانين. وممكن رضا سليم بسبب التصرف اللي عمله برضه ومبيشاركش ممكن يطلع إعارة، هيبقى لك 3 أماكن. ده اللي الأهلي بيفكر فيه، بس هيجيب 3 صفقات. ده اللي احنا منتظرينه. وتحية طاهر ومحمد صلاح، لأن طاهر أول مرة ينضم للمنتخب من وجهة نظري يعني إشادة كبيرة ومقدم موسم استثنائي مع النادي الأهلي، وإن شاء الله يقدمه مع المنتخب. وبكده تكون نهاية الفيديو. في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. في نهاية الفيديو السلام عليكم.